السلام عليكم الناس، كي دايرين؟ اشكركم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد ووصفه جديده. فيديو ديالنا ديال اليوم بغيت نشارك معكم واحد طريقه ديال المخمار. المهم هو ملوي مخمار، يعني بحال الشكل ديال المخمار، ما فيش بزاف ديال الخدمه، ساهل ماهل وكيجي اكثر من رائع. المقادير اللي غادي نحتاجو ولا القياس اللي درت انا، درت غير شويه. عندي بنفس الزلافه اللي غادي تعبروا بها اي حاجه، زلافه وحده تعبروا بها، يعني الرطب وهذا والفينو. عندي جوج زلافات ديال الرطب، عندي ديال الفينو مع عمرش، وعندي الملحه، وعندي شويه ديال السكر وشويه ديال الخميره. عندنا الحال سخون، فضروري من هاد الا كنا غنديروا الملوي فضروري نديروا الخميره. غادي نخلط المسائل اللي هي جافه مزيان، يعني ملوي مخمار. قلت لكم ضروري من الخميره الا كنا غنديروا الملوي مخمار. هنا غادي نفس الزلافه اللي عبرت بها الدقيق غادي نعبر بها الماء. انا كفاتني زلافه ونصف. وبعد ما تدلكات ليا العجين غادي نصبها في هذيك القصريه الصغيره. قولوا لي بصحه، راني شريتها من المغرب، جبتها معايا هذا العام. عجبتني بصراحه بزاف، جاتني صغيره وزويونه هكا، يعني جوج الناس ثلاثه الناس هكا، الكسكو ولا الرفيسه، ولا ندير فيها ايضا قياس ديال العجينه الا كانت عندي غير شويه ديال الزيت في يدي. وغادي نجمع العجين ديالنا وغادي نخليها ترتاح 10 ديال الدقائق، ما غاديش نفوتها لان كما قلت الحال سخون وفيها شويه ديال الخميره، فما نخليوهاش هكا يعني تخسر لينا العجين. غير شويه 10 ديال الدقائق وندوزو نخدموها. هنا من بعد ما غطيتها في الماء المطيح خليتها تحت 10 ديال الدقائق. دابا غادي نوريكم الخلطه السحريه اللي على كاع داير هذا الفيديو. هذه الخلطه هذه كتجي بصراحه اكثر من رائعه. جوج معالق ديال الزبده نباتيه، ماشي الحيوانيه، نباتيه. وعندي 3 المعالق حتى ل4 ديال الفينو. كما كتشوفوا كنضيف الفينو 3 ديال المعالق حتى ل4، وندير شويه ديال الخميره، وغادي ندير الزيت. والزيت ايضا باش غادي نقرص العجين ديالي. وندير الزيت وغادي نبدا نمعكها بحال شي زعما اكثريه زعما كيطحنوها، فمن الاحسن يعني هكا غير بيديكم. انا عندي ديك الزبده يعني دايبه بزاف وبومه. الا كانت عندكم الزبده قاصحه فديروا هكا شي طحانه صغيره ودوزوا كلشي العناصر طحنوهم فيهم. ولكن بصراحه ما يستاهلش الا خليتوا الزبده خرجتوها هكا باش تخدموا بها وكان عندكم وقت، يعني غتولي بوماد. وديروا عليها الدقيق. انا غادي نزيد هنايا المعلقه الرابعه، وغادي نخلط العناصر كلها مزيان. فهاد الخلطه السحريه بصراحه كتعطي واحد الترميله وكتنشف لينا الملوي ديالنا، ما كيجيش ميدم وكيجي ناشف وكيجي بنين. هي كتساعد على الملوي، يعني بحال كتمتص هذاك اللي دام ديالو. يعني الخلطه راه فيها الزبده وفيها الزيت، ولكن ما كتكونش يعني كما قلت المخماره ديالنا ما كتكونش ميدمه. هنا غادي ندوز للعجين بعد ما ارتاحت 10 ديال الدقائق، ما فتاش وكانت طرخات. وصلت القوام، العجين ديالي وصلت للقوام اللي بغيت. وغادي نشكلها كويرات. بصراحه يعني العجينه ملي كترتاح يعني كتسهل عليك الخدمه. كما درتي لها كتمشي معك، ما درتي لها على اليمين ولا اليسار، المهم هي تابعك. وهنا كنشكل هذوك الكويرات، ما كنكبرهمش، غنديرهم شويه متوسطات الحجم، ونبقى كنشكل فيهم حتى تنقاد من هذه نصيف هذه حتى تنحصل على يعني الكويرات ديالي مقادات. وغادي نغطيهم ايضا ونخليهم يرتاحوا. هنا كما قلت لكم غادي نخليهم يرتاحوا واحد شويه، غير شويه، غادي ندوز نخدمهم. وهنا غادي يكون هذا هو الشكل ديال. بصراحه انا الطريقه هذه كنت درتها فاش كنت في الصيف عند امي ناس مشكوره. طريقتها سهله وحتى في الفيديوهات ديالها كتشرح مزيان كيفاش خاصنا نديروا العجين. وبصراحه كنحصلوا على نتيجه يعني مرضيه. يعني داكشي اللي كتقول وداكشي اللي كتطبق في الفيديوهات ديالها، داكشي حتى حنا ملي كنطبقوا كنحصلوا على نفس النتيجه. بصراحه ما غاديش نوصلوا للدرجه ديالها، ولكن يعني كنحصلوا على كما كون نتيجه مرضيه. هنا من بعد ما سرحت العجين ديالي درت لها هذيك الخلطه السحريه، وغادي نتني العجين من هذه الجهه ومع الجهه، ونعاود نتنيهم ايضا مره اخرى. وغادي ندير هذيك الباندا ونحطها، وندوز عاوتاني ندير العجين الاخرى. ضروري من الزيت يكون فوق سطح العمل عفوا. بالنسبه للمبتدئات راه بصراحه راه يعني ساهل. كاين بزاف اللي تيقول لك ما نقدرش نعرف نصايب المسمن، ما كنعرفش نصايب الملوي. فالعجين راه خاصو يتسدلك مزيان، ومن بعد ما يتسدلك خاصو يرتاح. ولا ارتاح كيريحك كديري دوك الكويرات وكتسرحيهم. وحاولي حتى كاع الا تقطعات كما كانت قالت لي ام ايناس، واخا تقطع لك العجين ماشي مشكله. وحتى انا جربت هذه المساله هذه، لا تقطعت لينا العجينه راه ماشي ما نجحش لك المسمن. صافي كتجمعيها وكتجمع، ما كيبانش كاع داك التقطع.
وهنا كنعاودو نتنيها بنفس الشيء. دابا تنيتها بحال المسمنه العاديه، وعاود ندير لها هذيك الخلطه ونديرها من هنا ونجمعها وتندير واحد الباندا وكنخليها ترتاح. غادي نعاود. وانايا فاش كندير هذيك الباندات بصراحه ملي كنقرصهم كيخرجوا دوك النبيبيلات، يعني كتحسي بواحد بواحد الراحه. انا بعدا كنحس بواحد الراحه ملي كيخرجوا لي دوك النبيبيلات. العجين ناجحه ومطلوقه، وكتعرفي مع راسك كتقولي راه هاد الملوي، هاد الملوي ولا هاد المسمن ولا هاد الرغيفات راه بصراحه غادي تكون النتيجه مرضيه. وانا العجين فاش كورت راه ما خليتهاش ارتاحت بزاف، راه غير واحد 5 دقائق ودزت خدمتها، لان عندنا الحال سخون والعجينه الا كانت الكوزينه سخونه راه صافي راه كتطلق حتى هي، وخاصه فيها الخميره فقلت ما خاصناش يعني نخليوها ترتاح بزاف. وهنا ونغطيوها، ضروري نغطيو العجين ديالنا باش ما تقشفش لينا. وهنا بعد ما سرحتها درت لها ايضا العجين الخلطه السحريه، وبطبيعه الحال شفتوا الطريقه درت معكم 3 الوحدات. ودابا غادي ندوزو باش ندوزو للمرحله الاخرى. هنا من بعد ما صايبت كلشي مزيان، انا كلشي مزيان بعد ما صرحت كلشي ودرتهم في ودرتهم على شكل باندات. فغادي ندوز دابا نسرحهم كلهم بلون دو طرافي على هذه الطريقه هذه هنا كما كتشوفوا كلهم درتهم. وغادي داكشي اللي شاط ليا في ديك الخلطه غادي نديرها هكا من الفوق وصافي، يعني غير باش ما يبقاش هذيك الخلطه شايطه ليا غادي نديرها. وحتى كاع بها هذيك الخلطه كيجي بصراحه كيجي الملوي ديالها ناشف وكيجي ما ميدم حتى شي حاجه. الناس اللي كيعانيو من زعما حاجه دهنيه ولا شي حاجه، يعني هذا الملوي هذا زعما على ضمانتي كيجي ناشف. وهنا كنروليوها بهذه الطريقه هذه، يعني حنا كنجمعوها تطرخي يديك باش تكونوا كتلويها، ما تزيروش العجين حيت الا زيرتوها غادي تخرج لكم الملويه مطقسه. انت كتلوي انت راخيه يديك بحال هاي كتلوحيها. وديجا ايضا العجين راه رطبه وزوينه، يعني بصراحه راه كتساعدك. وانت كما قلت كتلوي وكترمي هكا بيديك تكمليهم كاملين. ومن بعد صافي ديك الساعه كنبقاو نسدو الملويات ديالنا كنجمعوها، كيبقى لنا هذاك الطريف هذاك الجانب صافي كنسرحوه حتى هو ونجمعوها من الجناب على هذا الشكل هذا. فبصراحه يعني ما ياخذش وقت كبير، يعني الا عندك العجانه كتعجنيها وتتخليها تستراح واحد 10 دقائق وكدوزي تخدميها 5 دقائق وصافي وتلويها. ومن بعد ايضا ملي كتلويهم بحال هكا كتغطيهم وتخليهم عاوتاني يرتاحوا واحد 5 دقائق على ما وجدتي هذيك المقله ديالك ولا شعلتي البوطه ولا هذا صافي كدوزي كطيبي كيكونوا ارتاحوا. انا اليوم غادي نصايبهم في البلانشه، بصراحه كتعاوني بزاف هذيك البلانشه. انا كنوريكم بان ملي كنلويهم راه فيهم ديك النبيبيلات. المهم كيكون على هذا الشكل هذا حتى تنسالي الكميه. بصراحه اللي عندي ساهلين غير كتلويهم، وخاصه ما تزيروش يديكم. كنهضر مع المبتدئات ما اللي تبارك الله راه المغرب راه كلشي البنات بصراحه كيعرفوا، حتى خارج المغرب بصراحه راه كلشي يدير هكا المليويات، ولكن كل واحد كيديرهم بطريقته. وهنا صافي كنجمعوا هكا الجنيبات ديالها حتى تنكونوا سالينا الكميه ديالنا كلها. من بعد ايضا كنغطيهم بهذاك الفيلم اليمونتير، هو نيت اللي غطيت به العجينه النوبه الاولى اللي غطيت به الكويرات، هو اللي دابا غنغطي به فاش لويت هاد المليويات. وهنا غادي سطح العمل ندير شويه ديال الزيت ونقرصها مزيان ونرميها في المقله ديالي. فبصراحه دغيا يعني هذيك البلانشه كان يعني درت فيها 2 حطات دغيا ساليت باش ما ناخذش وقت كبير، يعني 2-3 لارو كتكوني. انا بديت مع 2-3 لارو كنت ساليت ما بين الاستراحه وما بين الطياب وهذا كصافي كتكوني صايبتي الملوي اللي قلتي ديالك. وهنا من بعد ما غادي نديرو كله فاكا في المقله وصافي ملي كيبدا يطيب راه كيبدا يتنفخ وكيتحمر، كتحسي بها كتحمر. هي الطياب راه ساهل، يعني ما غاديش نوريكم الطريقه ديال الطياب، ولكن كنشارك معكم غير هكا الفيديو. حتى هاد البلانشه اللي ما عندوش بصراحه غير يمشي يشريها، راه زوينه كتنفع خاصه هكا في ايام البرد. لا بغيتي ديري هكا شي مليويات في الصباح هكا بالزربه فدغيا توجدي 5 ولا 6 طيبيهم، والقهوه كطيب حداك وانت كطيبيهم ولا عجنتي كاع العجين ديالك عجنتيها بالليل بلا خميره بلا والو، الصباح تنوضيها كديرها تسطلق وتقرصيها كيجيو المليويات ولا الرغيفات هكا الفطور كيجيو بصراحه اكثر من رائعين. وهاد البلونشه عندك منها كتسخن لك الكوزينه في ايام البرد. صراحه انا كنديرها في ايام البرد، كنعجن العجين بالليل والصباح دغيا كنجبد ديك العجين من الثلاجه كنخليها على ما صليت كنخليها هكا، حيت عندنا حنا في ايام البرد راه الفجر كيودي مع 7، يعني مع الدراري كينوضوا المدرسه كتخلي العجين ديالك ترتاح شي شويه وكتقرصيها وصافي. وكيكون على ما وجدتي الفطور صافي كطيبيها، كطيبي دوك 5 دوك 6 ديال الرغيفات بصراحه كيجيو
طريين وبنان على الصباح. يعني تشجيع الناس اللي ما عندهاش هاد البلاصه بصراحه غير شريوها، وفيها عده استعمالات دابا نشاركهم معكم. فيها تقدري ديري فيها اللحم، ديري فيها الحرشه، ديري فيها بزاف ديال الحوايج. هنا من بعد ما ساليت الكميه كلها اللي عندي، فغادي نشارككم القوام ولا الشكل النهائي ديال المليويات ديالي. بصراحه جاو ناشفين وجاو مرقين وجاو اكثر من رائعين. هنا كيكون هذا هو الشكل ديال المليويات ديالي من بعد ما طابور هنا سخانين. ومع ذلك قلت نشارك معكم هنا كيفاش جاو. كيجيو بصراحه زوينين بزاف. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم وعجبتكم الفكره وبغيتوا تطبقوها، فما تبخلوش عليا باللايك وتشجعوا هذه القناه وتبارطاجيوها مع اصحابكم واحبابكم حتى تعم الفائده. الى اللقاء.